عارف، انت بجد اسطوره. انت ايوه، انت اللي بتلعب جيمنج على التليفون، وانت واحد جيمنج وبتلعب على التليفون بس. فانت بجد اسطوره. هتقولي ليه اسطوره؟ هقول لك لان احنا تليفوناتنا تعيسه، احنا تليفوناتنا هتهرب مننا. وغير كل ده النت الجميل قوي قوي قوي. تقول لي طب ما نعمل ايه طيب؟ اقول لك احنا ناس معناش فلوس ومش عارفين نعمل ايه وعايزين نجيب احسن. طيب حاولنا نغير ونخش على اجهزه جديده واقوى، زي مثلا البي سي او لا، البي سي اللي هو الكمبيوتر العادي، او البلاي ستيشن 4 او 5. فروحنا نعمل كمبيوتر تجميعه بسيطه كده ب 15000 جنيه. فتنخض، فاقول لا 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 لا، اكيد البلاي ستيشن ارخص. فنروح لبلاي ستيشن 4 يعني عشان قديم، نقول قديم بقى وهنمشي الدنيا، فنلاقيه عامل اكتر من 10000 جنيه. فنقول لا خلاص، خلينا بقى مع الموبايل بتاعنا الكحيان ونفضل مكملين بيه لان معناش فلوس. فدي قصه اي واحد يعني جيمنج وبيحب الجيمنج، وكانت قصتي يعني انا شخصيا، بس مش عايزين ناخد تفاصيل شخصيه اكتر من كده. المهم فيعني نفكنا على الاجهزه اللي معديه، والار تي اكس 4090 اللي عامل حوالي 150000 وحوارات دي كلها، علشان ايه؟ بترفع لي الضغط. فبلاش، فنشيل كل الكلام ده ونخش على الانترنت اللي مفيش اسرع منه في مصر، وللانترنت السريع جدا اللي بيخلي كل اللاعبين يكسروا التليفون بتاعهم، علشان النت بقى وحش جدا. النت وحش بطيء، وتلاقي البنج بتاعك ضرب. ايه ده؟ ايه البنج؟ ايه الجنان ده؟ وفي بنج كده اصلا؟ يعني انا عمري ما شفت واحد البنج بتاعه او الفريمات او لا البنج، خلينا في البنج دلوقتي، يعني واصله بس لحد 20، تفضل 20 واقفه، مفيش تطلع 30 40 لا، والنت ما بيقطعش، النت شغال، بس تلاقي البنج ضرب فوق. ايه ده؟ في ايه؟ الواحد ولا عارف يلعب اي العاب قويه على البي سي، فيقول لا خلاص خلينا في اي حاجه لعبه التليفون، فتطلع نفس الحوار. طب في اي حاجه غير التليفون، فنقول خلاص هنعدي الموضوع ونكمل ونحارب. فنلاقي التليفون بتاعنا سخن جدا وبقى مش مستحمل درجه حراره، فلدرجه ان ممكن نجيب له تلجه نحطها في ظهر التليفون عشان التليفون يمشي معاك. مش لما تروح عشان تبص على اي حاجه مروحه خفيفه للتليفون تحطها تلاقيها عامله مثلا 1000 جنيه، تقول يا نهار اسود 1000 جنيه ليه؟ وكمان ما تلاقيهاش في مصر، تروح تشتريها من مثلا من على بره اكسبريس، فتروح على علي اكسبريس يقول لك كمان ان انت هتدفع جمارك، فتقول لا 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 خلاص انا مش هعمل اي حاجه من دول ومش هعمل اي حاجه وخلاص. فتعمل ايه بقى؟ حسنوا جوده النت علشان خلاص ما دي ما نقدرش نحلها. يعني كمان نجدد الباقه ونعلي الباقه كل، يعني واحد مثلا والله انا اعرف ناس بتجدد الباقه كل 5 مرات في الشهر، الباقه 250 جيجا. في ايه وليه؟ انتوا بتستفيدوا مننا يا شركه وي. انتوا لك انت كجيمنج اسطوري فعلا، انت راجل اسطوري. انا مش هتكلم كتير عنك، انت راجل اسطوري وانا راجل اسطوري، لاننا عايشين في الحوار ده ان النت ضعيف جدا مع التليفون الضعيف بتاعك ال 2-3 جرام. فهنمشي الدنيا بيهم ونقول خلاص ونحمد ربنا، والتلجه بتاعتك حطها ورا علشان التليفون سخن جدا. انت لحد دلوقتي انا بصور يا جماعه التليفون بتاعي سخن ومولع جدا جدا جدا، والتليفون ده كمان اللي مش عارف اصور بيه سخن جدا لدرجه ان انا سيبته على جنب بسبب السخونيه عشان الصيف. فما فيش اي حل. ففي النهايه بقول لك ان الجيمنج المصري مش بيلعب بس، لا ده بيحارب وبيجاهد كمان. فياريت تدعمه زي كده هو، وادعم الباقي. يا ريت يعني، وادعم نفسك واشتري لك اي حاجه، اشتري حتى لو دراع على التليفون بتاعك مشي بيه نفسك وخلاص. واحب اشكرك على يعني ان انت شفت المقطع، ويعني بصراحه التعليقات الجميله او التعليق ده بالذات، بصراحه انت بالنسبه لي والله، بالنسبه للتعليق ده حتى لو ما عملتيش كومنت، ما عملتيش قصدي لايك، مش هتفرق معايا، بس الكومنت ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. فشكرا جدا جدا ليك ومع السلامه.